لو انت في ثالثه اعدادي فالفيديو ده ليك. ازاي تراجع الوحده الاولى في العلوم؟ اولا الوحده الاولى دي بتتكلم عن 3 دروس: الحركه في اتجاه واحد، 2 التمثيل البياني للحركه في خط مستقيم، 3 الكميات الفيزيائيه القياسيه والمتجهه. باختصار كده الوحده الاولى دي عباره عن قوانين ونظريات فيزيائيه، يعني بعضها محتاج حفظ للنظري والاخر محتاج حفظ للقوانين. وقبل ما تحفظ او تذاكرها لازم تفهم الشرح كويس جدا، لان ده هيسهل عليك كتير جدا في الحفظ. عشان كده جبت لكم اكتر قناتين منزلين شرح ومراجعات الوحده الاولى في العلوم. اول قناه هي قناه دكتور احمد مكرم، بجد القناه دي برشحها دائما وابدا لاي حد عاوز يفهم علوم. دخلت على القناه لقيته منزل شرح لكل درس في الوحده الاولى منفصل، كمان لقيته منزل مراجعه شامله للوحده الاولى على اهم التريكات والاسئله على كل جزئيه، من الاخر تريكات امتحان اخر السنه. تاني قناه معانا هي قناه دكتوره نادين استاذه العلوم والفيزياء. دكتوره نادين عامله مراجعه شامله على الوحده الاولى، شرح كامل بحيث تلم لك كل اللي واقع منك. الشرح ما شاء الله جودته عاليه جدا ومش هياخد منك ساعتين في مراجعه الوحده، ويا ريت كمان تحلوا اسئله كتير جدا وتطبقوا اللي فهمتوه لان ده هيساعدكم اكتر. بس كده اعملوا لايك للفيديو ومنشنوا الفيديو لاي حد في ثالثه اعدادي، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.